لو الحكاية فيها فيتو. في الكلام او يكونوا قريبين منهم. حماي اول مره بقى يشرك الفانز في الالبوم بتاعه في الغنى. في الغنى. هل دي ممكن تكرر تاني؟ طبعا ممكن تتكرر، لانه لو احتاجنا الفكره دي تاني هنعملها تاني. طب ازاي ما خفتش ان اول ما اصدار الالبوم فجاه كلمه تطلع لحن يطلع اي تسريبات؟ ما هو ده كان السبب اللي خلاني اختار ناس انا عارفهم، يعني ليهم حد مسؤول عنهم، وانا كنت شفتهم اكتر من مره في حفلات. بقى في علاقه، هم من حبهم ليك، مش يعني مش هيخافوا عليك هيضروك. اكتر ناس هيخافوا عليك، وانا راهنت على الحكايه دي وطلع رهاني صح يعني. طب ممكن برضه يعني تستخدم الفانز في التمثيل في الفيلم الجديد اللي انت احتمال تدخله او على وشك انك بس تدخله؟ ما فيش قرار بيتاخد كده، انت في الاخر بتشوف انت محتاج ايه وهتعمله ازاي. لكن انا ما قررتش ان انا ادور على اغنيه اجيب فيها الناس. لما بقى في اغنيه محتاجه جمهور، فكان اقرب ناس يجوا هم جمهورك. بالظبط. طب في ديو انت عملت ديو مع دنيا سمير غانم، هل ممكن يتكرر ديو تاني؟ طبعا ان شاء الله. مع دنيا برضه ولا حد مختلف؟ على حسب. تمام، شكرا. شكرا. فيتو.